تخرج من سيدي قاسم مرفوع الراس، وسجلت اسمك في ذاكرة وتاريخ هذه المدينة. سيدي عميد، لن أذكر ما قال به السيد عميد السابق، فالشعر يقول: هذه آثارنا تدل علينا، لأنه مهما قلنا في حقه فلن نوفي الرجل حقه، وكل ما ممكن أن نجازي به هو أن ندعو له بالصحة والسعادة وطول العمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يقول: إذا آتاكم ما الأسباب معروف كافي وإذا تجد ما تكافئون به فالعياه، حديث شريف. ولكن هذه الفرصة كذلك تفوتني أن أنوه برفيقه وسائله في هذه المنجزات، صاحب الخبرة والتجربة الميدانية في هذا الموضوع، السيد الكاتب العام على عمالة سيدي قاسم، مشكورا على كل ما أسلاه لهذه المدينة، وأقول له أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من عمل حسنا. وأغتنم كذلك هذه الفرصة سيد عمي أشكر سيد باشا المدينة سيدي قاسم، الذي بتجربته وخبرته وثقافته وأخلاقه فرض علينا كمستشارين وكمسافة المدينة احترامه وتقديره، ليس بيد رجل السلطة ولكن بعمله اليومي والمتبادل، والذي كان غالبا ما يكون على حساب صحته، وبذلك يكون قد جسد المفهوم الجديد للسلطة. هذه سيد عمي هي فرصة الأولى التي تضيعها مكروها. أما الفرصة الثانية سيد عمي فهي اللقاء الذي كان مؤخرا والذي حضره السيد محمد نبيل بن عبد الله، وزير السكنى وإعداد السكنى وتنمية السكنى وسياسة المدينة. كنت أود أن أحضر وأن أقوم بزيارة ميدانية إلى مشروع الشراكة الموقع بين مجلسنا الوقار وبين وزارته، والتي يقدر ملفه المالي بحجم مليار و400 سنة، وكان لنا مشروع إضافي ب5 مليون درهم، ولكن شاءت الأخبار أن لا نحضر للدفع بهذه المنجزات. كما كنت أود أن يقوم بزيارة ميدانية إلى جزيرة ولي التي كثر عليها الكلام، وأغتنم هذه الفرصة سيد عمي أن أطلب من سيادتكم الوقوف وعلى هذه الخطوات وهذه الشبهات التي تشوه هذا المشروع الوطني الهام. سيد عمي، اسمح لي بكلمة بسيطة. أولا أن أرحب بكم بمدينة سيدي قاسم، أن أرحب بكم بعاصمة الإقليم، رغم أن المثل يقول لا يرحب بالمرء في بيته، فأنت في بيتك ومع أسرتك ومع عائلتك ومع رعايا صاحب الجلالة نصره الله. سيد عمي، هنأكم سيد رئيس، وكذا في كلمة المجلس بالثقة الأولوية التي حظيت بها. أما أنا فأهنئكم بتجديد الثقة، تجديد الثقة التي وهب بها صاحب الجلالة والتي اعتبرها تاج الفقراء، وهي رسالة قوية ولا تشعل مجالا للشك بأنكم كنتم جديرا بالثقة، وأن ما قمتم به في مهمتكم السابقة كانت موضوع ثقة وموضوع تحقيق من طرف صاحب الجلالة. سيد عمي صاحب الجلالة، لن أتطرق إلى المشاكل التي تعرفها المدينة، لأنها سبقني أخي وزميلي سيأتي الاهتمام باسم المجلس أن تتطرق لها، ولكن أقول لكم سيد عمي
بسم الله الرحمن